من ضمن الحاجات المعروفة في عالم البيزنس، واحد يقول لي انت ما وراكش الا القميص ده تلبسه على طول. اه يا عم انا غلبان على قدي، انا طالع اتكلم مش طالع اناسبك. فمن ضمن الحاجات اللي معروفة في عالم البيزنس ان لما واحد يقول لك انا عايز اديك كذا، ابيع لك كذا، عندي كذا للبيع بتاع، ما تردش عليه وتقول له زي ما بيحصل في الافلام المصرية وفي سوق الفرج وانا اشتريت. مفيش الكلام ده. ليه ما بتقولش كده؟ لأن في دايما تفاصيل، ودايما في يعني بيقول لك ال في تعبير anyway ما علينا. فبترد عليه لو واحد قال لك أنا اشتريت، تعرف على طول إنه ملوش في البيزنس وجديد على الكار، وده غلط، يعني خلي بالك وأنت بتتعامل معاه. الرد المعروف تماما عند كل الناس إن يقول لك إيه، هخلي الناس بتوعي يكلموا الناس بتوعك. هو كده. انت كده طب ماشي، هخلي الناس بتوعي يكلموا الناس بتوعك، خلصنا. تقعد انت مع الناس بتوعك وهو يقعد مع الناس بتوعه، يا جدعان احنا هنعمل وهنشتري لحد قد كده بشرط ان يكون كذا، ويكون النوعيه كذا، ويكون الاعداد كذا، وما يقلش عن كذا، وما يعملش عن الديتيلز. بتتصلوا بيها تتفقوا انتوا كجروب اللي هم الناس بتوعك بقى، ودوكا برضو مع الناس بتوعه، وبعدين بتوعكم يقعدوا مع بعض. انتوا بره الموضوع خالص بقى. ليه؟ لان انتوا حطيتوا الجايد لاينز اوريدي. ماشي. تروحوا بس انتوا في الامضه بس. فهي دي الحكايه. طب في المعارك بقى والحروب نفس الحكايه. الناس بتوعك بيكلموا الناس بتوعه على طول على اتصال. مفيش حاجه اسمها مفيش اتصال. يا عمي ما تقربش ناحيه بيتي ومراتي وعيالي، مش هقرب لمراتك وعيالك. يا عم ما تدينيش على قفايا، مش هديك على قفاك. انما انت لو ضربتني على بتاعتي هديلك على بتاعتك برضه، هحط لك خازوق في بتاعتك. ففي اتفاقات. طب انا ليه بقول كده؟ انا بقول على حكايه البترول وانتوا شايفين ارتفاعات البترول اللي بتحصل. الكلام ده الارتفاعات في البترول دول يا جدعان، ده مش ارتفاعات احتياج وطلب اطلاقا. دي مضاربات بورصه، وناس بيستفيدوا منها، وانا احد الناس اللي استفدت حلوه قوي قوي، اتعشت جدا 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 من البترول وارتفاع البترول. ليه؟ عارف ان من زمان وانا عارف ان الحرب جايه، وقلت الحرب هتيجي، وتشتروا يا جدعان بترول من ايام ما كان ب 63 دولار. يا جدعان يا جدعان يا جدعان، في اللي سمع كلامي من ولادي يعني، وفي اللي ما سمعش. ولما وصل 100 وشويه، الناس باعت وكيشت وتعشت وبقت 100 100. اوكي. فعلى فكره واحد يقول لك يعني انت اشتريت بقد ايه؟ لا، ما انت بتشتريش البترول نفسه يا حبيبي. ما بتشتريش البترول برميل البترول ب 100. الفيوتشر اللي هي العقود الاجله. هقعد اشرح. المهم يعني برميل البترول ما بتشتروهوش ب 100، بتشتريه بدولار، اللي هو الفيوتشر برايس، على حسب الدليفري ديت. يعني هو الاسترايك بتاعه اللي هو الدليفري ديت، يعني عايزه توريد يوم ايه ويوم ايه ويوم ايه والكلام ده كله. فانت بتشتري احجام كبيره، حاجه براميل كتير قوي بالعقود بتاعت اللي هي البروميس تو باي، يعني وعد بالبيع. تيجي انت ساعتها بقى عايز تشتري. لو العملية نزلت والسعر بقى كوم، قصدي عالي عليكم، ما انتش عايز، بتقطع العقد وتخسر الدولار اللي انت دفعته وخلصت على كده. فهو ده الفيوتشر. ماشي. يعني انا بقولها بالفلاحي الفلاحي النظام المصطبة خالص، عشان ما حدش يقول لي ازاي والليل ده مواضيع ايه. طبعا من حسن الحظ ان الحاجات دي مش متاحة في مصر لسه لحد دلوقتي. لا البوتس ولا الكولز ولا الاوبشنز ولا الحاجات دي ولا الفيوتشرز، ولا الشورت النيكد سيلينج والحاجات دي كلها. لان بصراحه بورصه مصر ممكن يتلعب بها الكره كده، واحد بس يلعبها بصوابعه كده، يلعبها كده طول اليوم، يقعد شغال عليها يلعب فيها. ليه؟ لان الحجم اللي انت كميه التداول اللي في مصر واحد على مثلا 100 من حجم التعاملات بتاع شركة ابل مثلا، ولا امازون، ولا غيرها ولا غيرها. يعني واحد بس يلعبها يعني. مش هو ده الموضوع اللي انا قصدي اتكلم فيه. اللي قصدي اتكلم فيه ايه بقى؟ ان ارتفاع البترول
مش عشان الحاجة. أمريكا كل اللي يهمها في الصراع اللي جاي ده، هتحاول تخرج دلوقتي عشان ما تستكش وتلاقي نفسها في مواجهة مين؟ الصين وروسيا. اللي يتخاف منه بالدرجة الأولى هو الصين. والصين امتى يتخاف منها؟ لما تعض رغيفها، لا تعض قلبي ولا تعض رغيفي. الله، الصين بتعتمد اعتماد شبه كلي على بترول اعتقد 30% او اكتر كمان على بترول ايران. وبالتالي لو ما قدرتش تاخد البترول بتاعها، لا 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 لا، احنا لازم نوقف الموضوع ده بقى. تبص تلاقيها دخلت انا عايزه بترول. ماشي يا عم الحاج. وطبعا عامله عقود بسعر معين، يعني حتى سعر السوق اللي هو شغال دلوقتي ملهاش علاقه بيه، لان هي عامله عقود باسعار معينه اوريدي معاهم. ف يا ايران، الناس تعدي بترولها عادي، انت بترولك يعدي. يعني ايران لحد دلوقتي بتصدر بترولها عادي خالص من مضيق هرمز وبيخرج. وناقلات عشان كده ما بتضربش ناقلات السفن، ناقلات البترول بتضرب ناقلات البضائع. ماشي عادي، ده مش مشكله. انما ناقلات البترول لا. قال لا بس في لا حصل شورتج والبترول قل. قل لان الناقلات نفسها الناس بقت خايفه. يعني السفن الجريء بس واللي واثق في حمايه امريكا قال له، او اللي بيرفع علم امريكا بس هو اللي بيعدي يشيل. وبالتالي ناقلات مش كله بقى اللي بيعدي. يعني واحد شايل علم بريطانيا مثلا، ايران مش عبيطه عشان تروح تضرب الناقله اللي شايله علم بريطانيا بالشكل ده. وبالتالي في البترول بيعدي وبيتصدر وكل حاجة تمام، مفيش مشاكل من الدول كلها. هي الحكاية كلها ان عدد السفن اللي كانت بتنقل قلت لان كتير منهم خايف. لكن في كل الاحوال جميع دول العالم، طبعا باستثناء الناس الكواحيل، يعني هقول زي السودان واليمن والدول، جميع دول العالم عندها مستودعات وبتحفظ الاحتياطي بتاعها. وكل دولة في العالم أقل دولة عندها احتياطي يكفيها شهر واثنين وثلاثة. فإذا ما حصلش لسه مشكلة. يعني عشان يقول لك النهارده، يقول لك بريطانيا سحبنا 35 مليون. إيه ده يعني أنت سحبت مش عارف يعني إيه؟ ده كلام فاضي بالنسبة للاحتياطي اللي عندك. ثانيا، أنت لو عايز البترول، ما البترول موجود أهو. بس هم زي سحبوا من الاحتياطي يا جدعان. سحب من الاحتياطي عشان مش عايز يشتري البترول بالسعر الغالي بتاع النهارده. ادي الحكايه. واخد سعادتك. ف اقدر اقول ان العمليه ديت ما حدش يجري ويخاف من ارتفاع البترول. البترول مسيالة. البترول هينزل بكره. والماركت، طبعا انا حطيت نصايح النهارده، بس ما حدش اعتقد ما حدش عمل بيها، لان انا عارف ان السوق هيرد النهارده. السوق جه عند فتره كده، السوق في نيويورك، بورصه نيويورك، وراح فاصل نفسه عن سعر البترول خالص. يعني البترول يطلع ينزل، السوق ما بقاش له علاقه بدي خالص. في النقطه دي عرفت على طول ان السوق هيطلع. طبعا بتشتري انت في الحاله دي، بتسميها كولز، بتشتري كولز. وايه، والامور بتعلى معاك وتبقى حلوه قوي. انا عن نفسي اشتريت الكورس بتاعت سيتي بانك. ف البترول ما فيش خوف منه. ومصر لو رفعت السعر البترول من دلوقتي بصراحة يبقوا غلطانين، لأن لسه مصر الاحتياطي بتاعها ما استنفذتش أساسا. ومصر حصولها على البترول، يعني المشكلة انها هتجيب البترول، بس هتجيبه بالسعر العالي دلوقتي. انا متاكد تماما ان امريكا طبعا لسه لحد دلوقتي ما بداتش تسيب المخزون بتاعها برضو. والمخزون بتاعها بتاع الوقود الصلب، الصخري اسف. وال و- و-
لعب مضاربات بورصة رهيبة رهيبة رهيبة. أما بالنسبة لإيران، يوم ما بقى يحصل ضرب ناقلات بترول، ويوم ما آبار البترول، يا جدعان، هي آبار البترول صعب ضربها في إيران؟ ده إيران ده لو دخلت بنبلة، لو أنت تعرف، لو ركبت طيارة ورق هتطير فوق إيران عادي خالص وتشوفها، ولا حد يقول لك أنت فين. ف الحكاية كلها إن الناس بتوعه بيكلموا الناس بتوعهم، والناس بتوعهم بيكلموا الناس بتاعه، وفي كلام. الموضوع مش موضوع كل اللي بتسمعوه في الكلام، كل اللي بيتقال والتصريحات دي عشان الشعب الداخلي. بالظبط زي بتاع مصر لما يطلع يقول لك محدش يقدر يقرب لها. ما ده كلام يا جدعان عشان نطمن بيسموها الحرب المعنوية، سموها مش عارف سموها زي ما تسموها، بس ده كلام استهلاك داخلي ملوش أي ولا معنى ولا أي قيمة على الإطلاق، سواء من أمريكا أو من إيران. الموضوع ده هيخلص. تغيير النظام أعتقد برضو ما زلت بقول وما زلت بقول إن الجيش هيدخل في الموضوع ونشوف. بس الحكاية كلها في حكاية البترول، هو ده أنا حبيت أتكلم فيه.